كريستيانو فشخ الواقع على يوتيوب وحقق ملايين المشاهدات والمشتركين في وقت قصير، وخلى ابو فيلا وزبيد يجي لهم جلطه. I have a new YouTube channel. I have a new YouTube channel. ابن الذين 15 مليون في 6 ساعات. Go to YouTube, search You Are Cristiano. يعني اتوقع حتى ال 50 مليون راح يوصلوا قبل. يا الله. طيب يا كريستيانو عندي شوي ارجوك خليني اسوي ريفرش. You Are Cristiano. وبالرغم ان في مشاهير كتير عندهم قنوات على يوتيوب ولكن ما حققوش النجاح دوت الا بعد سنين، قدر كريستيانو في 3 ايام انه يحقق ارقام خياليه على يوتيوب. ابو فيلا عنده على قناته 42 مليون مشترك، وكل اللي بيقدمه على القناه ان هو بيقلد مستر بيست، وبقاله سنين بيحاول يوصل لارقام مستر بيست. وفجاه ابو فيلا جاله كومنتات على فيديوهاته ان كريستيانو فتح قناه على يوتيوب، بس الكومنتات اللي جات له كانت ساخره. جامل يحطم ارقامك يا ابو فله. واول ما شاف الكومنتات دخل بسرعه على قناه كريستيانو، ولما شاف القناه بتاعت كريستيانو فيها 3 مليون مشترك بدا ان هو يسخر من كريستيانو. 3 مليون للحين. بيبي صغير يا كريستيانو وين؟ وساب الاستوديو بتاعه وخرج، بس بعد 6 ساعات رجع ابو فيلا عشان يتابع ارقام كريستيانو، وعمل ريفرش على صفحه القناه لقاه وصل ل 15 مليون متابع، وجاب 10 مليون مشاهدة في 18 ساعة، ولقى ان كريستيانو منزل 19 فيديو في اقل من 20 ساعة، فدخل يتابع فيديوهات كريستيانو ويشوف الكومنتات اللي على قناته. رونالدو will beat Mr. Beast. Another award to the GOAT. New king of GOAT. ومن ضمن الفيديوهات اللي اتفرج عليها ابو فيلا لكريستيانو فيديو لكريستيانو وهو بيحتفل بدرع المليون، ولكن ابو فيلا قرر ان هو يكمل سخرية من كريستيانو، فخرج من الاستوديو بتاعه وغاب شوية ورجع وهو معاه درع ال10 مليون متابع. كريستيانو البركة المليون، بس يبي لك وقت لين تجيب هذا. وكل ده عشان يقول لكريستيانو ان ارقامي اعلى من ارقامه، ولكن ما سلمش من كومنتات المتابعين. راحت عليك. قفل ملفك. خلاص يا ابو فله جاء من يسبقك. وعمل ريفريش تاني لقناة كريستيانو، وهنا كانت الصدمة لابو فيلا، لقى ان كريستيانو زاد 200 ألف مشترك. 200,000 يا ظالم. 200,000. وبعد ما كان بيسخر من كريستيانو جاب ورا، والله عمي كريستيانو عمي عيالي. واتقلب اسلوب ابو فيلا من سخريه لمدح على كريستيانو، على عكس زبيد اللي عنده 3 قنوات على يوتيوب، منهم قناه عليها 28 مليون مشترك. اول ما شاف قناه كريستيانو عمل له متابعه وكان فرحان جدا بوجوده على يوتيوب. No, I gotta get that collab. I have to get that collab. لانه بيحبه جدا. اكيد كلنا فاكرين المقطع بتاع زبيد لما قابل كريستيانو وبان قد ايه ان زبيد بيحب كريستيانو، وطبعا زبيد زيه زي ابو فيلا حب يتابع ارقام كريستيانو لحد ما اتفاجئ ان قناه كريستيانو تخطت قناته، ومن هنا ظهر رد فعل جنوني من زبيد. ولكن ابو فيلا فضل متابع كريستيانو لحد ما كريستيانو تخطاه وجاب درع ال10 مليون، ومن هنا نقدر نقول ان كريستيانو عدى الفلنكات، وفي خلال ساعات حطم ارقام قياسيه على يوتيوب وهدم احلام يوتيوبر كتير في 3 ايام، وكل ده بسبب تنوع محتواه على السوشيال ميديا اللي بيقدم فيه لقطات من حياته الشخصيه لانجازاته الرياضيه واهم اهدافه في مسيرته، والاعلانات اللي بيقدمها لبرانداته وبراندات تانية. حرفيا كريستيانو بقى براند لوحده وعنده منتجات متعدده كتير جدا، من ملابس عاديه لملابس داخليه لمنتجات العنايه بالبشره والساعات والبرفانات، وكل ده تحت شعار CR7. كل ده خلاه ينتشر على السوشيال ميديا والقنوات الفضائيه والعالم يعرفه ويتابعه، واهتماماته في التفاعل مع المتابعين خلاه قريب جدا منهم. بس تعالوا نحكي عن قصه كريستيانو ونعرف مع بعض ازاي كريستيانو قدر يبقى اشهر واحسن لاعب في العالم. في البرتغال تحديدا في جزر ماديرا بدات هوايه كره القدم مع كريستيانو، واللي بسببها أهمل دراسته ولعب في نادي أدريا من سنة 92 ل 95 لحد لما اتبناه فرناندو الأب الروحي ليه المدرب بتاعه، خصوصا إن أبو كريستيانو ما كانش مهتم تماما بكريستيانو، وكل ده بسبب إن هو كان مدمن كحوليات، وكان مدربين الفريق عندهم قلق من كريستيانو بسبب نقص التغذية بتاعته، وكانوا بيطلبوا من والدته إنها تأكله بروتينات كتير، ولكن كل ده ما أثرش على موهبة كريستيانو، وكان بيكثف تدريباته لدرجة إن هو كان بيتدرب من 10 ساعات ل 12 ساعة
ساعة يوميا، وكل ده بسبب انه كان فاضي ومش مهتم بدراسته. وخلال سنتين بدأ ان هو يبقى ليه كيان في الفريق، لحد لما ابوه الروحي اتكلم عنه مع رئيس رابطة نادي سبورتنج، فقرر رئيس النادي انه يديله منحة لمدة اسبوع في اكاديمية سبورتنج. وكل ده كان على سبيل التجربة عشان يشوف كريستيانو موهوب فعلا ولا اي كلام. ومن حظ كريستيانو ان نادي ناسيونال كان مديون ب25,000 يورو لنادي سبورتنج، فقرر نادي ناسيونال يتخلى عن كريستيانو لنادي سبورتنج، وكل ده كان مقابل ال25,000 يورو. وسافر كريستيانو لشبونة، وبعد التجارب قرر نادي سبورتنج ان كريستيانو هيبقى لاعب اساسي في النادي. وكان كريستيانو عنده مشكلة مع اللغة في لشبونة لانهم كانوا بيتكلموا لغة غير اللغة بتاعته، ولكن كريستيانو ما استسلمش وقدر ان هو يحسن من نفسه وعاش بعيد عن اهله في لشبونة، لحد لما جات له وعكة صحية اتسببت في ضربات سريعة في القلب، ويعمل كريستيانو عملية في قلبه ويرجع للتدريب بعد 3 شهور. ومع مرور الوقت بدأ مستواه يتقدم، ومضى اول عقد احترافي ليه في 2001 مقابل راتب شهري 2000 يورو وشرط جزائي 20 مليون يورو. بعدها كريستيانو جاب والدته تعيش معاه، وبقى بيتدرب في الفريق الاول للنادي تحت اشراف المدرب الروماني بلوني، واللي كتب عنه تقرير سلبي بيقول فيه ان كريستيانو ضعيف وما عندوش اي مهارات ولا عنده اي وعي تكتيكي فردي، وانه اناني وبيلعب بطريقه الاستعراض. بس بعد 4 شهور قدر كريستيانو انه يتحسن، ولكن بلوني فضل رافض انه ينزل كريستيانو يلعب في المباريات الرسميه. كل ده كان بسبب الاستعراضات اللي كان بيعملها كريستيانو في الملعب، لحد لما جات له الفرصه انه يلعب في المباريات الرسميه. وكل ده كان بسبب ان النادي مش قادر يشتري لعيبه جدد، وبدا المدرب بلوني انه يرضى عن كريستيانو، وسجل كريستيانو اول هدف ليه في مباراه وديه، وبدا ان هو يلعب باحتراف. جول دي رونالدو، كريستيانو رونالدو. ولكن للاسف كريستيانو ما كانش بيشارك باستمرار في المباريات لحد لما اتطرد بولوني. بعدها اتقال لو كريستيانو ما شاركش في المباريات الرسميه هيتنقل لنادي تاني، واتعرض عليه عروض كتير ولف معظم دوريات العالم ولعب فيها، من الدوري البرتغالي في سبورتنج لاكبر فرق الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد، وخد دوري الابطال والدوري الانجليزي، وخد احسن لاعب لاكبر فرق في العالم في الدوري الاسباني في ريال مدريد، وقدر كمان ان هو ياخد الحذاء الذهبي، ولعب في نادي يوفنتوس في الدوري الايطالي. وفي الوقت الحالي كريستيانو بقى بيلعب في نادي النصر في الدوري السعودي، وفي لاعبين كتير بقوا بيقلدوا حركاته، وعمل اعمال خيريه كتير، منها انه بيتبرع لمستشفيات مرضى السرطان، ده غير انه كل فتره بيتبرع بالدم ليهم. وطلع في احدى اللقاءات قال انه رافض تماما يعمل اي وشم على جسمه عشان الوشم هيفسد دمه، وساعتها مش هيبقى قادر انه يتبرع بالدم لمرضى السرطان. كريستيانو كمان اتبرع لجمعيات خيريه في سوريا ولبنان وفلسطين، وكلنا فاكرين الموقف اللي عمله كريستيانو لما شال من قدامه ازايز الكوكاكولا وحط مكانها ازازه ميه. وقتها الحركه ديت خسرت شركه كوكاكولا ملايين، وكمان في اعمال خيريه بيعملها ومحدش يعرف عنها اي حاجه. ومن هنا نقدر نقول ان كريستيانو حقق معادله الشخصيه الناجحه اللي قدر يثبت ان قد المسؤوليه اللي جمهوره اداها له، واللي كان عايش في اسره فقيره وغير حياته وقدر ان هو يدخل السعاده على قلوب جمهوره. ومش اي بطل، ده بطل قدر يكسر كل الارقام القياسيه في الرياضه وفي السوشيال ميديا، ومنضبط في كل حاجه في مجاله من تدريبات وتغذيه ونوم. وبالرغم انه وصل لسن ال40 مكمل في طريقه وبيعافر، وما عملش زي لاعبين كتير اللي وصلوا لسن ال40 واعتزلوا. في النهايه نقدر نقول ان كريستيانو رمز من رموز الكفاح والنجاح. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وتابعوني وقولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم في الحلقه الجايه.